تبين من المستندات الرسمية المقدمة من السيد خالد الدسوقي ومن واقع إفادة مصلحة الأحوال المدنية ثبوت وفاة أحمد الدسوقي السيد علي. إزاي؟ وبناء عليه حكمت المحكمة برفض الدعوة وإحالة المستندات المقدمة من السيدة ليلى صلاح عدلي والمتمثلة في شهادات ميلاد كل من ليلى أحمد الدسوقي السيد وهاشم أحمد دسوقي السيد للنيابة المختصة باتخاذ شؤونها بشأن اتهام السيدة ليلى بالتزوير. أنا زورت، أنا اللي مزورة. طب إزاي؟ اسود، إزاي يا بابا؟ هنعمل إيه؟ في حاجة غلط وهنتصرف. إزاي يا ست القاضي بس يا الحقني يا اكرم، في مصيبه. مصيبة ايه؟ ليلى هتتحبس يا اكرم. طب اقفل انت كده وانا هشوف ايه الموضوع. يا جماعة صعب جدا يكون في تلاعب، لأن شهادات الوفاة اللي بتصدر من أي دولة تانية بتاخد تصديقات من جهات كتير بره وجوه مصر، فمش منطقي خالص إنها تعدي على كل الجهات دي وهي مزورة. ازاي يا متر بس الكلام ده؟ يعني احمد عديل اللي انا عارفه المحترم الطيب يطلع مزور ازاي؟ مش وقت الكلام ده، المهم بس هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ أول خطوة لازم نتأكد إن شهادات ميلاد بتاعة الولاد ليها أصل في السجل المدني ولا لأ. طب ما يلا يا اختي، يلا يا عمي، يلا نلحق وقتنا ونروح هناك. لا لا شايلينك دلوقتي، عاوز انا هروح مع ليلى. ازاي ده احنا اهل، يلا بينا. ازاي؟ خلاص يا ياسر، أنا هروح أنا وبابا. ماشي ماشي خلاص. يلا يا بابا. سلام ربنا عليكم. معاكم. يلا سلام. مع سلام يا السلامة. عياد. يلا بينا يلا بينا يلا بينا بس يلا. عايز حاجه يا متر؟ السلام عليكم. كان نفسي اخدهم في حضني لحد ما اشبع منهم، بس ما حدش حس بيا، كانوا نايمين. احنا لسه فيها. تعالى يا عم نرجع واحكي ليلى على كل حاجه من دلوقتي. خلي بالك المغرز اللي هتعمله فيها ده مش هيبقى سهل. لا لا لا، خلينا مش فاهمة حاجة أحسن، على الأقل دلوقتي. أحيانا الجهل بيبقى نعمة. والله يعني انا رايي طالما كده كده هتقول لها مش هيفرق تقول لها دلوقتي ولا لما ترجع. وهتكون مش ناوي ترجع. محمود أنت بجد بتفكر فيها كده؟ أنت مش عارف أنا كل سلمة كنت بنزلها كنت بدوس على قلبي؟ هرجع، هنعيش مع بعض، بس أخلص أموري. محمود والنبي عشان أخوك، ليلى والولاد أمانة في رقبتك. بتقول ايه يا جدع؟ في رقبتي طبعا، كانك موجود بالظبط ومش هينقصهم اي حاجه، مع ان اكيد مش هعرف اسد فراغك طبعا. حبيبي يا صاحبي. ازيك يا ليلى؟ فين محمود؟ في ايه يا اختي مالك؟ اوعي. فين ابنك؟ انت كل يوم تنطينا زي فرع لوز. ما قلنا لك ما نعرفش حاجه عن الزفت جوزك ده. حلي حسابنا بقى. ابنك المحترم قوي، الراجل بزياده اللي انت فرحانه بيه. متفق مع جوزي النصاب وموالس معاه عليا، ها؟ عشان يروح يقول له كل حاجه، وانا مش ماشيه من عندك كده غير لما تدليني عليه. ابني راجل غصب عنك وعن اللي خلفوكي، وانت يا سي صلاح واقف تتفرج على بنتك وهي بتقل ادبها علينا بدل ما تنقعها قلمين على سنانها يفوقوها. انا بنتي ست البنات كلهم، وبعدين كرامتها من كرامتي. ده لنا محمود بقى، خلونا نقول له كلمتين قبل ما نمشي. محمود مش هنا يا عمي، سافر الاسماعيليه شقر على الارض. لا يا شيخه، سافر مره واحده وكان لسه الصبح معايا في المحكمه، وبدل ما يقف معايا فص ملح وتاب وقفل تليفونه وجري على حبيبه احمد عشان يحكي لي كل حاجه، مش كده؟ لا ما قفلش التليفون، هناك يا اختي في الارض الشبكه وحشه. لا تليفونه فيه شبكه، وكلميه من عندك يا تهاني عشان انا مش همشي من هنا غير لما توصليني بيه، عشان لما ما وصلتلوش انا هتحبس. يا اختي بقول لك هناك مفيش شبكه، اكلمهولك ازاي؟ طب جربي من تليفونك دلوقتي قدامي. ماشي يا ليلى. وريني بقى. صدقتي؟ لا ما صدقتش وهطلب تاني. ورايا غيركم؟ الرقم المطلوب مغلق. تمام. بس والله لا اوصل له ومش ساكته. ماشي يا ام محمود، يلا يابا. يلا يا حبيبتي. انا هدخل لمحمود.
هو صحيح الكلام اللي بتقوله ليلى ده يا محمود؟ انا اتغشيت فيه زيها بالظبط. يعني انت ما كنتش تعرف ان هو نصاب وساعدته وداريت عليه لحد ما غش الغلبانه دي؟ اعرف منين؟ طب ولو انت مش عارف متداري منها ليه كده زي اللي عامل عامله؟ هطلع اقول لها ايه يعني؟ اتضربت على قفايا؟ ده انا لو حلفت لها على الميه تجمد مش هتصدقني. ماشي يا محمود، احلف لنا يا اخويا وانا هصدقك. بقول لك ايه؟ انا مش فاضي للجو اللي الغريب اللي انت بتعمليه ده. تاني. ايوه يا محمود. التليفون بتاعي فين؟ هنا اهو. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بدور على اي حاجه توصلني للنصاب ده. دي وصولات قديمه وفواتير بضاعه وبتاع، مش هتلاقي حاجه يعني. مفيش نصاب يا بابا، ما بيسيبش وراه حاجه. ادعي لي والنبي بقى. طب يا حبيبتي ربنا معاكي. حواله من مصر. مين ابعت له حواله من مصر؟ بريهان فؤاد القاضي. مين دي؟ محمود يا شرشر، لو فاكر ان انت تفضل هربان مني اقول لك ان انت اهبل. هجيبك انت وهو واديني لفكك. ازيك يا أمه؟ الحمد لله يا حبيبي. اعمل لك قهوه معايا؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك. قعدتك طولت يا محمود. مالك يا ولا فيك ايه؟ ايه يا أمه؟ زهقت مني ولا ايه؟ حد يزهق من روحه. فاكر يا محمود اما ابوك قام عليا وحدفني بالجزمه في وشي؟ وقتها كنت ابن 14، لكن اسم الله عليك وقفت له ولا ما اكون في ال30. شخطت فيه وقلت له ازاي تعمل في امي كده؟ دي جزاتها ما شايلاك وشايلانا. ما خفتش ولا كشيت من ايد ابوك الطرشه، ورغم ان حالتي ما كان يعلم بيها الا ربنا، لكن زغرطت من قلبي. فرحت ان انا خلفت الراجل على حق. وفري كلامك يا أمه. ابنك هيعيش راجل ويموت راجل. ما هو ده المشكل. جدعنتك بتطمع الناس فيه. احمد ولا مش عارفه اسمه ايه ده من ساعه ما طلع لنا في المقدر وانت شايل همه ومصدر له في الشغل والجواز، ولو انه طلع خسيس وواطي ما يستاهلش. فك نفسك منه واخلص من المصيبه السوداء اللي انت فيها دي. يا ست الكل، احمد ده صاحبي. وبعدين يعني لو مفيش حد في الدنيا دي بيغلط ما كانوش حطوا فوق القلم استيكه وانا وقعدت اقف جنبه. يرضيك ابنك يخلف وعده؟ هتجنني يا ولا. وعد ايه اللي رابط روحك بيه؟ دي فيها محاكم وقضايا، وساعتها بقى هيسيبوا اللي ذبح ويمسكوا اللي سلخ. تشغليش بالك، بكره كل حاجه ترجع لاصلها. اشربي انت قهوتك كده وروقي. دماغك ناشفه. ما بتردش عليا ليه يا اكرم؟ انا اللي محطوط في وش المدفع.
ولو شايفني الصاحب الجدع معاك فانت لسه ما شفتش قلبة الوش. ضروري نتقابل وترسيني على الحوار، واعمل حسابك انا مش هستنى كتير. الله، هو انتوا اتقابلتوا مع بعض تحت ولا كنتوا فين؟ أم الولاد فين؟ الاكل جاهز ولا ايه؟ اكل ايه؟ انا طالباك اكتر من 10 مرات ما بتردش على التليفون ليه؟ في ايه؟ لا انا بس كنت في مشوار كده. مشوار ايه بقى؟ وبابا تعبان ليه؟ في ايه؟ مالك يا حبيبي في ايه؟ أنا ما فيهاش حاجة، ما أنا كويس ومتزفت قدامكم أهو. بطلوا تسألوني كل شوية. أنا هقوم أتوضأ. خش يا عم صلاح خش. تعالى هنا فهمنا، انتوا كنتوا فين؟ استنى اخش جوه. حطي حاجه عليك، حط حاجه عليك. ايوه حاضر. ليلى صلاح عدلي موجوده لا هنا. حضرتك هي بقالها يومين ما جاتش عندنا، هي في بيتها هناك. ليلى جوه سعاده البيت، جوه عند الحمام كده. ليه كده؟ ليه كده منك لله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خد الصورة نفسك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا دي النيلة. خير يا محمود في ايه؟ خير ايه بس ليلى اتقبض عليها وابوها طب ساكت ونقلوها على المستشفى. المصايب نازله رد. يا لهوي، طب استنى هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ سيبيني اشوف ههبب ايه في اللي بيحصل ده. يا اكرم يا اكرم. يا حضرة الظابط انا ما جاليش استدعاء. انت كنت هربانه عند اختي. ما حصلش، انا بس كنت زعلانه مع والدي شويه وسبت البيت عنده ورحت قعدت عندها يومين. دلوقتي ابويا واقع من طوله بسببي. ابويا لو حصل له حاجه انا مش هعيش بعده والمصحف ما هعيش بعده. انت هتفضلي معانا لحد ما تتردي على النيابه الصبح. طب ابويا هيموت فيها والله العظيم. اسف، قانونيا مش في ايدي اي حاجه اقدمها لك، بس كل اللي اقدر اعمله ان انا اديك الموبايل الخاص بتاعي تطمني فيه على والدك. شكرا يا فندم. الو يا فاتن، طمني على بابا. بابا تعبان قوي يا ليلى، الدكاتره بيقولوا ان جات له جلطه تاني، بس المره دي اشد من المره اللي قبلها. ربنا يستر، انا خايفه عليه قوي. والنبي يا فاتن خليكي جنبه ما تسيبوش عشان خاطري، خلي عينك عليه. طمنيني عليكي انت، هيعملوا معاكي ايه؟ هيخرجوكي؟ لا مش هخرج. اهم حاجه دلوقتي كلمي سوسن او اياد، عرفيهم ان انا ممسوكه في الاسم، خليهم يتصرفوا.
وانا لو عرفت اكلمك تاني هكلمك. حاضر هكلمهم، بس خلي بالك انت من نفسك. فاتن، نعم خير. انا جاي اطمن على الحاج. هيبقى كويس ازاي طول ما بيقابل في طريقه الاندال والناقصين؟ الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا نبعد عنه الناس اللي كانوا عاملين ولاد اصول وصايمين العشره، اللي كانوا عاملين كبار وجدعان وطلعوا في الاخر تعابين وابلسه. يا بنت الناس انا جاي اطمن عليه وتوكل على الله. الزياره ممنوعه، ولو مسموحه مش هخليك تعتب برجليك جوه عند ابويا. كفايه بقى اللي عملته انت وصاحبك الزفت. انتوا السبب في رقدة ابويا، انتوا ذبحتوه بسكينه تلمي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنت الناس ما انا زيكم ويمكن اكتر. صاحبي اللي المفروض انه صاحبي لا صان عشره ولا عيش وملح. يا سلام. بقول لك ايه يا محمود، الحبه دول تاكل بيهم دماغ اختي الهبله، تضحك بيهم على ابويا الطيب، لكن انا الكلام ده ما ياكلش معايا. انت مش سالك. بكره كل الوش اللي انت راسمه قدام الناس وعامل فيها الراجل الجدع ابن الاصول هتتكشف، وكل الناس هتعرف حقيقتك. تمام. هو انا فاكر انت زيك زي اختي، وانا لو عمري هزعل من اختي ولا هزعلها. ربنا يطمنا على الحاج. السلام عليكم. مع السلامه يا كبير، يا كبير قوي. تعالى يا صاحبي خش. المكان ده من ايام الحاج شرشر الله يرحمه. مفيش اي حد يعرفه غيري، ومفتاحه مش مع اي حد غير انا. يعني المكان ده ما نستخبى فيه يا محمود؟ انا مش فاهمك يا صاحبي. انا مش عارف يا صاحبي انت ايه حكايتك. انت لو ترسيني على الحوار، مستخبي من مين ولا من ايه؟ وايه اللي عمل في وشك كده؟ لو حد ناويلك على شر قول لي وانا ادفنه مطرحه. لا الحكايه مش كده خالص. امال الحكايه ايه بس؟ اوعى تكون انت اللي عامل مصيبه. انا ما اعرفش حصل كده ازاي، يعني غصب عني. انا ما كنتش عملت كده كان قتلني. بص يا ابن الناس، انا طول عمري ماشي دغري، عشان كده تلاقيني قلبي جامد ورجليا ثابته ومفيش حد كسر عيني. وابويا الله يرحمه الحاج شرشر كان دايما يقول لي يعني ان الصاحب سند لصاحبه في كل حاجه الا الغلط. انا مش عايز اتسجن يا محمود. انا لو اتسجنت هموت. انت الوحيد اللي من صحابي اللي جات له عشان عارف انك لا يمكن تغدر بيا. يعني انا بصراحه يعني ما اقدرش انسى برضو وقفتك معايا في مصر في الكام سنه اللي كنت فيهم في الجامعه. ارمي حمولك على كتف اخوك، انا شيال. شكر قوي. طيب احنا هنقعد وهنحكي في كل حاجه وتفهمني الموضوع بالظبط، بس الاولى دلوقتي اروح اجيب لك لقمه حلوه وهدمه نظيفه وعدي على الصيدليه اشوف هنعمل ايه في وشك اللي باظ ده. اصيل يا محمود. بس انت طلعت ليه الاصل؟ ليه بس يا محمود؟ ليه؟ قلة اصلك وندالتك دي جابتني الارض. انا كنت عم العالم دي كلها، بسببك بقت عيني مكسوره قصاد ليلى وعيلتها، ده حتى امي ومراتي بقوا مستصغريني. ندالتك صغرتني قدام الكل، ما بقتش بتشاف. ومين اللي قالك اني مبسوط باللي حصل ده كله؟ انا ما كانش عندي اي حل قدامي غير اني اسيب بورسعيد، ارمي كل حاجه ورا ظهري، ارجع اشوف حياتي وشغلي. رجعت لقيت تعبان مستنيني اديله ظهري، والمره دي قرصته والقبر. لا 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 لا، عيالك ومراتك يا اخويا ما لهمش علاقه بجو التعابين والكلام الهبل اللي انت عمال تقوله ده. انت ايه؟ انت ما تفكرش الا في نفسك؟ ما فكرتش في الواد الصغير حته اللحمه الحمراء اللي لسه مولود ده، اللي مش عارف لنفسه اب ولا عارفين نطلع له شهاده ميلاد؟ ها؟ انا من كتر ما بفكر فيهم مش عارف انام.
هتجنن عايز اشوفه، وخصوصا عمر. عمر ده طالع حلو قوي يا محمود، شبه ليلى. انا كنت عايز اجري واخده في حضني. يا اخي خساره في جدة اهلك، خساره في جدة اهلك. ده غيرك بيتنشأ على ضفر عيل واحد، مش سايب 3 للدنيا تلطش فيهم يمين وشمال. اسمع يا ندل، الندالة عامله زي الرادار، بعد ما بيلقطك بيسيبك تكمل طريقك عادي، بس خلاص بتبقى الغرامه اتحسبت ومدفوعه مدفوعه. وانت غراماتك في الندالة زادت قوي، ووقت الدفع جاي. انا مش هعرف اخدهم دلوقتي. وليد لو عرف انا كنت فين ال10 سنين اللي فاتوا هيفتح النار عليا، وهلبس في حكم تاني. انت جنس ملتك ايه؟ انت ناوي تسيبهم لسه متشعلقين في الهوا؟ مؤقتا لغايه اما اجيب رجل وليد، وساعتها اقعد مع بريهان وافهمها، واكلم ليلى اخليها تجيني هي والولاد ونعيش مع بعض في القاهره. هقاو ما بقيتش اكل يا اخويا من وعودك الهفق دي، بتن. والعهد اللي بيني وبينك بح. واقول لك على حاجه كمان، انا ناوي احكي الليله على كل حاجه. لا فوق لنفسك يا محمود، انا مش احمد اللي خاف من ضله، انا اكرم هاشم اللي مستني امسحه من على وش الارض. راجع نفسك وافتكر انك متورط معايا وهتقع قبلي. وانا محمود شرشر، وما تخلاش اللي يقتني باي كلام ولا يخوفني يا اكرم. والمكان اللي انت واقف فيه دلوقتي اللي جات لي زمان وبصت ايدي عشان اتويك فيه، يمين بالله لا خليك تبوس جزمتي عشان تخرج مني. يا ابني انا مش مهددك، انت مجنون ولا ايه؟ انا وانت في مركب واحد. جميلك اللي انت عملته معايا هفضل شايله فوق دماغي لحد ما اموت. انا عايزك بس تكمل جميلك معايا، والمره واحده بس يا محمود ما تبصليش على اني ظالم. انا مظلوم، والله مظلوم. بقولك يا محمود يا شرشر، مش عايزين حاجه من عندك يا حبيبي، ورجالتك دول ما يجيش يمد بيتنا تاني، انت فاهم ولا لا؟ عيب يا ليلى، ما تضيعيش 10 سنين في ساعه غضب. لا وانت عارف 10 سنين قوي يا حبيبي، اوعى تفتكر شويه الطفح اللي انت جايبه ده يا ناسين اللي انت عملته يا محمود، انا ما بنساش. انا لو عليا يا بنت الناس ما شفتيش مني الا كل خير. ايه البكاسه ده يا محمود؟ ما تسمع الكلام يا اخي، ولو تعرضت للبيت ده انا اللي هقفل. يا جدع بطل الخصله اللي فيك دي بقى، بطل الخصله دي وكفاياك نفخ في النار. يا باشا كمان غير ابو ثانوي يا عم يتكلم معايا. احترم نفسك، انا اسمي الباشمهندس محمود. يلا ما تفكروش والنبي بالثانويه عامه يا ياسر احسن بيزعل. طب اسمعي بقى يا ليلى بقى الكلمتين دول. انا شفت احمد راكب مع الباشا في عربيته قبل ما اجيلك المستشفى. كذاب كذاب، ولو شفتني ساعتها ما اتكلمتش ساعتها ليه؟ ها؟ طب احلف بالله كده من غير ما احلف. احلف بالله. انت ازاي ما تقوليش؟ انا ما رضيتش اظلم ليلى. هتريها ليلى بنتي. ليلى قالت لي انها شافته بس انا ما صدقتش. قلت اكيد ان هو مش بالفجور ده يجي لحد عندي بعد ما مرمطني في الحجز من تحت راسه. بس ايوه جاي في حمى صاحبه، جاي يكمل عليا. قسما بالله العظيم يا محمود ما هسيبك غير لما توصلني باحمد. يا ليلى نزلي ايدك، ما استغفر الله العظيم. ايه هتعمل لي انا كمان؟ اركب يا ابني. ليلى بقى ليلى روح يا محمود بقى، امشي يا اخي بقى، يا اخي بقى مشي بقى. غرفة 60 داهية. اياك اشوف وشك هنا تاني يا محمود. وانت ازاي يا ياسر ما تقوليش؟ انت ازاي اصلا سبتيه؟ هو ده اللي همك؟ زعلان يا ليلى، خد يا ليلى. أعوذ بالله. الواحد كان فاكر نفسه بيلم أصحاب، طلع بيلم زبالة. طب ايه اللي حصل بس فهمني. الصاحب زمان كان عامل زي الأسد، يقف في ظهر صاحبه ويسنده ويساعده. الصاحب دلوقتي أعوذ بالله بقى عامل زي الكلب المسعور،
ينهش في اللحم ويقرقش العظم. يا ساتر. بقول لك ايه، خلينا نركز في حياتنا شويه يا بنت الناس، الله يكرمك. كلمي الدكتور، نروح له نطمن عليكي وان شاء الله يبشرنا خير. حاضر. يلا يا رب كرمنا. يا مسهل يا كريم. الله اكبر. بتعملي ايه؟ مفيش يا اخويا والله، انت بس كان تليفونك منور والله، قلت بس اشوف لو حد كلمك ولا حاجه. بتصوري رسائل من عندي وتبعتيها عندك؟ بالراحه بس يا اخويا هفهمك، انا كنت خايفه عليك تكون بالراحه ايه ونيلة ايه؟ هفهمك. انا بامان لك وانت بتعملي كده معايا؟ في حد تاني بعت له الرسائل دي وعارف بيها؟ والله ابدا يا سي محمود، وحياه ربنا ما حد شاف حاجه. اهدى بس اهدى. انت طالع وارجع البيت ما يجيش. فاهم ولا لا؟ محمود استنى يا محمود هفهمك. محمود استنى بس واستهدى بالله، والله هفهمك بالراحه. يا محمود يا محمود ارجع البيت ما يجيش. عملتي ايه يا موقوفه؟ خليتيه يطلقك. سيبيني في حالي بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا سمعنا انكم عاملين تخفيضات لطلبه هندسه. كرنيهات حضراتكم بعد اذنك. لحظه قوي حاضر. اتفضل. تمام. عند عبده يعمل واجب هندسي. يدوم الكرم يدوم الكرم يا باشمهندس. محمود يا شرشر، قسما بالله المره دي ما هتفلت مني. هعمل منك ال10 بقرش لو ما كلمت لي اكرم دلوقتي حالا. اكرم مين؟ ما تستعبطش، انا مش فايقه لحواراتك دي. اكرم يا حبيبي، احمد. انجز. حاضر انا زهقت. ايوه يا محمود. مش محمود، انا ليلى يا اكرم. يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا سمعنا انكم عاملين تخفيضات لطلبه هندسه. كرنيهات حضراتكم بعد اذنك. لحظه قوي حاضر. اتفضل. تمام. عند عبده يعمل واجب هندسي. يدوم الكرم يدوم الكرم يا باشمهندس. محمود يا شرشر، قسما بالله المره دي ما هتفلت مني. هعمل منك ال10 بقرش لو ما كلمت لي اكرم دلوقتي حالا. اكرم مين؟ ما تستعبطش، انا مش فايقه لحواراتك دي. اكرم يا حبيبي، احمد. انجز. حاضر انا زهقت. ايوه يا محمود. مش محمود، انا ليلى يا اكرم. يا احمد. عامله ايه يا ليلى؟ يا بجحتك يا بجحتك يا اخي، انت لسه بتسال عامله ايه بجد؟ انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا. انا كمان عايز اشوفك. اديني ساعتين كده واكلمك. لا مش هستنى منك حاجه، انت تديني دلوقتي مكان وميعاد اقابلك فيه. خلاص قلت لك هكلمك ونتفق. يلا سلام. لا يا في ايه؟ اطلع بره، مش عايز اتكلم حد. لا طبعا مش هسيبك وانت في الحاله دي، فهمني في ايه؟ محمود الكلب باعني. طب اهدى شويه كده وتعالى نتكلم على جنب عشان وليد واي حد ما يقرضيش وما يسمعناش. يلا يلا اكرم بيه. احكي لي كل حاجه دلوقتي حالا. قبل ما تحكي لي انا عايزه نمرته. ابعتها لي. لا حالا تديها لي. احكي لي كل حاجه من الاول للاخر.
عايزه تعرفي ايه؟ عايزه اعرف قابلته امتى وجه ازاي. عايزه اعرف غير اسمه ليه، كانوا هربان من ايه. كل حاجه يا محمود من حقي اعرف. حقك يا بنت الناس، ما اقدرش افتح بقي، بس الله لا يسيئك اعرفي كل حاجه منه هو. انا لا قادر اخون عيشي وملحي معاه ولا قادر اخون عيشي وملحي معاكي. يا اخي ازاي كده؟ ازاي؟ بس قسما بالله ورحمه امي ما هسيبك يا محمود. سامحيني يا ليلى، سامحني يا اكرم، مش عارف اللي انا بعمله ده جدعانه ولا خسه. كده يا باشمهندس محمود في 1500 جنيه بقى حساب. يا باشمهندس محمود. ايه يا في ايه؟ في 1500 جنيه بقى حساب. بتوع ايه؟ بعدين ماشي اللي انت عايزه. ماشي. ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا استاذه منوره، اتفضلي استريحي. لا تعالى نروح نقف هناك عشان نتكلم براحتنا شويه. ماشي اتفضلي. انا زعلانه منك يا محمود. ليه بس؟ خير؟ كده ما تتصلش زي ما قلت لي. لا ابدا، يعني مشاغل زي ما انت شايفه، اديكي جيتي بنفسك وشفتيني قاعد في المحل. انا جايه اشتكي لك من اللي ليلى عملته فيا يا محمود. تخيل بعد ما شغلتها عندي واديتها مرتب ما كانتش تحلم بيه، ده غير قضيتها اللي كنت بعتبرها قضيتي، تهني وتبهدلني وتكسر عليا المكتب قدام المحاميين بتوعي، وفي الاخر ما رحتش عملت لها محضر اتلاف وحبستها. عارف ليه؟ عشان خاطرك انت يا محمود. ليلى اليومين دول كده واخده في وشها ومش فارق لها حاجه. دي جات لي هنا في المحل وقلبت الدنيا. وانت سكت لها؟ معذوره، اللي هي فيه برضه مش شويه. في الاول ولا في الاخر دي واحده ست، اكيد مش هقف لها. راجل يا محمود، مش من دلوقتي، ده انت راجل من ايام المدرسه. انا والبنات كنا بنتراهن هتبص لمين فينا، وبصراحه انا اللي كنت دايما بكسب الرهان. طب انا هروح اجيب لك شوب مانجا سقعان كده بسرعه واجي. طب ما تتاخرش. لو سمحت. اتفضلي يا فندم اموري. الاقي محل الشرشر فين؟ انهي فرع فيهم؟ مفروع كتير. اللي بيبقى موجود فيه. ده هتلاقي المحل ده عند الطابور اللي عند المعديه. امشي ازاي؟ زي ما انت ماشيه كده طولي وخدي اول شمال. شكرا. العفو يا فندم. تحفه. صحيح يا محمود، انا سمعت ان عندك مزارع مانجا في الاسماعيليه. الحمد لله عندي ست. لا والله. النبي مراته دي غلبانه، راميها واقف لي هنا مع النسوان. بص بقى، احنا عايزين نستغل المزارع دي بطريقه تانية خالص. الله الله يا محمود، ايه ده؟ هو انت اتلمت انتون على طنطن؟ انت هنا حلوه؟ في ايه يا جلبوعه يا قلاشة الربايه منك ليها؟ جايين ورايا ليه؟ عايزين مني ايه؟ احنا جلابيه يا معفنه يا معين واسعه. انا اللي ربنا كرمني وخلاني اعرف مين اللي بيتفق عليا ومين اللي بيخزوقني. قسما بالله ما هسيبكم، ما انا اللي غلطانه، انا اللي اختياراتي زباله زيكم. لا تسيبي لي انا بقى الطلعه دي، بنت دي تلزمني. بنت يا معفنه يا لئيمه بتبوظي الفيديو على تليفوني، ده انا هشرح وشك هخلي اهلك ما يعرفوش معلم وسابك. خدي يا بنت من هنا. انا هسيبك يا بنت. ما تخشيني في الدم الواطيه الحيوانه دي. مني منهم يا محمود والنبي. صلوا على النبي يا اخوانا وتوكلوا على الله، ده مكان اكل عيش. ترى يا محمود بقول لك ايه، انت هتحميها
بس يا جماعه ما تلموش عليا الناس احنا في الشارع. جرايه حامل حمى، يا الرجوله عندك مبدا زي ما بتقول. صاحبك وحبيبك قافل تليفونه ومش عارفه اوصل له. لو عندك نخوه او رجوله وصلني ليه يا محمود؟ ليلى قطمه احسن من نحت. الموضوع ده خلاص انا غسلت ايدي منه. بعد اذنك خد اختك وتوكلها على الله من هنا عشان ده مكانك العيب. جرايه محمود، انت بتزعل اختي وبتكرشنا من شارع ربنا، مش بالصوت العالي يا حبيبي. لو بالصوت العالي كان الكلب بقى سيد الرجاله. احنا ماشيين يا محمود. حاضر من عناية يا ابن الاصول، بس وديني ما انا سكتالك. يلا بدايه بدايه تشيلك، اقسم بالله ما هسيبك. يلا القرف ده شيلك خلاص. هم القرف عليه وعليها دي. في ايه؟ ما بالراحه بنعدي الطريق. ما تتكلمي كويس. ايه الطريقه دي يا ستي؟ ماشي بالراحه ماشيين. كل قرف كله زهقونا في عيشتنا. خلاص كبري دماغك. احنا لازم نوصل لحد في شركه التليفونات. اديه رقم احمد ولا اكرم زفتي ده يوصل لي العنوان. نعرف واحد الواد عاشور، بس عارفه هياخد فلوس. يا ستي ياخد اللي ياخده، هديله الفلوس اللي بعتها الزفت احمد ده. ماشي انا هكلمه لك اول ما نوصل البيت. ماشي. يرضيك كده يا محمود؟ خلاص يا سوسن روحي انت دلوقتي. ماشي. هتتصل بيا يعني؟ ان شاء الله. هتوحشني. اغسل انت بقى البرتقال ده. لو سمحت الاقي من فضلك محمود شرشر فين؟ ايوه يا استاذ انا محمود شرشر. خير حضرتك؟ انا بريهان مرات اكرم. اكرم مين من غير مؤاخذه؟ اكرم صاحبك، اكرم هاشم. هو حكى لي عنك زمان وقد ايه كنت اصحاب. هو ما يعرفش حد غيرك هنا في بورسعيد. اكرم هاشم. يا اكرم هاشم، ايوه طبعا. ده انا بقالي بتاع 15 سنه ما اعرفش عنه حاجه. اتفضلي 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 يا استاذ، اتفضلي استريحي. فين اراضيه دلوقتي ولا بيعمل ايه في حياته اكرم هاشم؟ اكرم في القاهره زي ما هو. يعني هو ما عداش عليك من يومين؟ يا الواحد دماغه، شوفي الواحد والله دماغه مش فيه مشاغل. لا وعدى عليا من يومين وقعدنا نستعيد ذكرياتنا وعزمته على اكله سمك يعني كانت تستاهل بقك. يعني انت ما تعرفش عنه حاجه بقالك 15 سنه ولا جالك واكلته سمك؟ انا ما اعرفش عنه حاجه بقالي 15 سنه، بس جالي يعني وكلنا سمك مع بعض. انت مخبي حاجه؟ مخبي ايه يا استاذه؟ ما اعرفش. في حاجه انت تعرفها عن اكرم مش عايز تقولها لي؟ استاذه انا قلت لك كل حاجه. يعني انا كان بقالنا سنين فعلا ما تقابلناش، وبعدين جالي وكلنا سمك لقيته الحمد لله كويس وصحته حلوه الحمد لله. طب ممكن تخلي معاك بس رقمي عشان يعني لو افتكرت حاجه وعايز تقولها لي؟ افتكر يا استاذه، مفيش حاجه لا افتكرها ولا احكيها. صحيح ده يعني عيب عليا كده، واجب الضيافه ما يطلعش لحضرتك. تحبي عصير ولا كاساته؟ متشكره. الله يخرب بيتك يا اكرم. مراتك التانية جت، مراتك الأولانية جت. من أنت مع مين؟ ده هيكون في تالت. حلو المحل بتاعك معلم شرشر. تشكر يا باشا. انا الباشمهندس محمود شرشر. انا سامح عبد الوهاب، رجل اعمال من القاهره، كنت بخلص شغل في مينا النهارده. اهلا وسهلا يا باشا، اتشرفت. ان شاء الله تكون اتوفقت وما تكونش اخر مره ليك عندنا هنا في بورسعيد. لا اخر مره ايه؟ بورسعيد دي مدينه جميله. حلو العصير بتاعك على فكره. انت بقالك كتير شغال في الشغلانه دي؟ من زمان قوي يعني، تقدر تقول عليها وراثه من ايام ابويا وجدي الله يرحمه. وعندك فروع بقى في اي حته تانية ولا في بورسعيد بس؟ ايه الموضوع؟ اسئله كتير من غير مؤاخذه وانا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. عامل اسئله ولا حاجه، لو اتعرف عليك بس مش اكتر. مش يمكن اكون عايز اشاركك؟
اه طبعا عادي يعني، انا ممكن اخلص لك مصالحك في القاهره والاوراق، ممكن نفتح فرع في حته كمان يبقى فيها زباين كتير. بس يعني والله انا لو عايز افتح في القاهره مش هغلب. وبعدين يعني انت العصير لسه ما شربتوش، جاي بتعرض شراكه على واحد ما تعرفوش، فانا ايه؟ باجينا بنتعرف اهو. انا ما بشاركش حد. الابره اللي فيها خيطين ما بتخيطش. بالنسبه للعصير اللي عاجبك وانت لسه ما شربتوش، اعتبره هديه من محافظه بورسعيد. شكرا على العصير. العفو يا باشا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت، اهلا. الو يا سوسن، في حاجه ولا ايه؟ اصل مش جايلي نوم، كل ما افكر في الفضيحه اللي عملتها لنا ليلى قدام المحل ببقى هتجنن. ما تفكرنيش الله لا يسيك، انا دمي محروق من ساعتها. انت صح، ما تستاهلش نضيع وقت في الكلام عنها. بقول لك ايه يا محمود، ما تعدي عليا في المكتب بكره نكمل كلامنا. ربنا يسهل ان شاء الله، اشوف ظروفي واكلمك. وانت من اهل الخير. يا صاصه الحق يا باشمهندس، فرع الجمهوريه مسكت فيه النار. يا نهار اسود. ربنا يعوض عليك يا محمود. الخاين جزاؤه الحرب. واظن الرساله وصلت. انت اللي حرقت المحل يا ابن الحرام. لا 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 لا، ما تغلطش احسن لك. دي بقى اخرة الصحوبية واخرة المرجلة، وديني لاخد حقي منك. انت ما تقدرش تعمل حاجه، انت متورط معايا، ولو مسكوني هبلغ عليك. سلام يا صاحبي. ربنا يعوض عليك يا محمود. الخاين جزاؤه الحرب. واظن الرساله وصلت. انت اللي حرقت المحل يا ابن الحرام. لا 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 لا، ما تغلطش احسن لك. دي بقى اخرة الصحوبية واخرة المرجلة، وديني لاخد حقي منك. انت ما تقدرش تعمل حاجه، انت متورط معايا، ولو مسكوني هبلغ عليك. سلام يا صاحبي.
منورة يا سوسن. ده نورك يا حبيبة قلبي. اه محمود يا حبيبي انا مش عايزاك تقلق من اي حاجة، كل حاجة وليها حل ان شاء الله. الله، اخبار ابنك ايه؟ لسه رامياه عند ابوه؟ بصي بقى، شوفي الساعة كام؟ يعني خلاص العصر هيدن، يا دوب تلحقي الظهر يا أم. نصلي سوا يا حبيب قلبي. بقول لك ايه يا حبيبي، قوم هات حاجة ساقعة لسوسن. قوم قوم. قايم ياما. حاضر. تعالي جنبي يا سوسن. حاضر. قربي كمان شوية يا سوسن. حاضر. اكتسلشن ده ولا ايه يا حبيبي؟ لا ده شعر يا طنط. اوعي تقولي ان دي ضوافرك. لا دي تركيب. ما كل حاجة اليومين دول تركيب. الرموش تركيب والعينين تركيب لا بصي دي رموشي. بصي شعري. يا حبيبتي، قمر 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 قمر. تعبت نفسك ليه يا حبيبي؟ انا مش ضيفة. ولا تعب ولا حاجة ولا يهمك. بص بقى انا مش عايزاك تقلق من اي حاجة، انا هتابع القضية بنفسي وهشوف اذا كانت بقضاء الله وقدر ولا بفعل فاعل. كله على الله ان شاء الله. طيب انا هستأذن دلوقتي عشان عندي عملاء مستنيني في المكتب. محتاجين مني اي حاجة؟ تعالى اوصلك. استنى يا محمود، عايزاك تنقلني على الكرسي. طيب انا عارفة الطريق. باي باي. تعالى يا أم. تعالى يا اخويا اقعد. في ايه؟ ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ عادي يا أم. لا مش عادي يا روح امك. لو اللي في دماغي ده صح يبقى من اولها كده اصرف نظر. دي ما تنفعكش. وانت يعني يا أما لو اللي في دماغك صح مش هتنفعني ليه؟ على الاقل هدي مخلفه وعارفين اللي فيها، مش لازم ابدا تجربه من اول وجديد ويا صابت يا ثابت. دي قلبها حجر، رمت ضناها ولا بصت وراها. ياما البيوت اسرار ومفيش حد عارف ايه ظروفها. ظروفها مطينه بطين. سوسن دي يا حبيبي بحرها غويط، بكره تبلعك تشفطك. انا في ولا في ياما، والنبي سيبيني انا همشي. تعالى. تمشي تروح فين؟ انا عايزاك تجيب لي عروسه تعيش وتعمر، مش جايب لي واحده سقط من قعر الحله. حلة ايه ياما؟ حلة ايه ياما؟ انت بتقولي ايه؟ حلة ايه؟ ليلى معلش اتأخرت عليك. ولا يهمك. بص الاسم ده. مين ده؟ معرفش، ده الرقم اللي كلمني منه احمد. اختي خدت النمره واديتها لواحد معرفه في شركه التليفونات. لا الرقم بالاسم ده. يعني مين برضه؟ اكيد حد احمد منتحل شخصيته. وريني الملف. بس خلي دي بقى. خدته ازاي من سوسن؟ حطيته في وسط ورق قضيه تانية، لو سوسن عرفت هتوديني ورا الشمس. ما تقلقش، قول لها ان انا خدته في الاوراق وانا ماشيه. تمام. طب كان في ورقه حواله هنا كمان انا اديتها لها. الحواله دي كانت موجوده في الملف ده، انا واثقه ان هي خدتها، لان وقتها قالت لي دي زبونه كان بعت لاحمد فلوس من مصر. انا لازم انا ادور بنفسي لاني مستحيل اثق فيها. فاكره الست دي كان اسمها ايه؟ اسمها بريهان حاجه القاضي، في اسم في النص بس انا مش فاكراه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفت ازاي مكاني؟ بصراحه هو كلمني وانا جاي في الطريق وكان عاوزني ارتب مقابله بينكم، وانا قلت له انك مستنياني هنا. متشكرين يا سي اياد. هنزنكم. لا انا اللي عن اذنكم. ثانية واحدة بس يا ليلى، بالله عليك اسمعيني. خير، عاوز ايه؟ أنا عارف مين هي بريان. مين؟ بريان تبقى بنت عمه. حب عمره واتجوزها أول ما اتخرج من الجامعة على طول. خلف منها واد وبت. حياتهم كانت ماشية عادي جدا لحد ما الطوبة جت في المعطوبة وعمل لأخوها عاهة مستديمة وامتص فيها 10 سنين. انت بتقول ايه؟ انت متخرف؟ ده كذب من كذبك يا محمود انا عارفه. لا. هو ايه اللي لا؟ امال ايه اللي جابه عندي هنا؟ ليه اتجوزني؟ كان جاي يتداري عندي لغاية ما الحكم يثبت.
لا انت كداب. يعني جه قضى مدة حكمه عندي انا، يتجوزني انا عشان يخلص مدة حكمه وبعد كده يمشي، وبالمرة يخلف عيل التالتة ويرميهم. انت اكيد كداب. الست دي لسه على ذمته، الست دي لسه على ذمته. رد. هو ما طلقهاش وضحك عليها بكلمتين وفهمها ان ما كانش قصده يحصل اللي حصل وهي عملت باصلها واستنيته لغايه ما رجع لها. مش مصدق. انت عملت فيا انا كده، انت عملت فيا انا كده. شكلها ايه؟ يفيدك في ايه بس؟ شكلها ايه؟ انا عايزه اعرف شكلها ايه. حرام عليكي نفسك، ده انا موجوع لك، ما تعمليش في نفسك كده الله يكرمك. عايزه اسمع. انا ما كنتش اعرف شكلها لغايه ما جت لي المحل، حتى ما دققتش قوي يعني كلها مرات صاحبي. كانت عايزه تديني رقمها وانا من غبائي ما خدتوش منها، وانت شفتيها. هي اللي كانت هتخبطك بالعربيه. هي دي اللي تسمني انا وعيالي، مش عشانها. حلوة حلوة حلوة، تستاهلي سيبني عشان. شكرا يا ماما. يا ست الستات ما تقوليش على نفسك كده، هو اللي ما يستاهلكيش وربنا. أنا مش ست الستات، أنا فترة حكم قضاها عنده وخلاص. مش ست الستات، أنا مش ست الستات يا ماما. ايه ده يا ريس؟ الدنيا على البايظ، حتى المخزن. بس ان شاء الله خير ومقضيه. احنا هنصنفر الحيطان ونكحتها لحد ما نوصل للسياخ، وههندل لك الدنيا وهعمل لك المرميه دي كلها وهروقها ان شاء الله. يعني الليله دي داخله لها في كام يا هندسه؟ هو المفروض 780 790، بس قول 750 لاجل عيونك الحلوه. ليه يا عم يا ناقصه؟ يا باشا اسال بره، لو لقيت حد مديك سعر اقل من اللي بقوله لك جنيه هعملها لك على حسابي. طب خش ارفع المقاسات وربنا ييسر. بعون الله مقضيه. الو. قلبي عندك يا حوده. تتشافى فيها زي النسوان. لا، قلنا بلاش طولة لسان وقلة أدب. أنا عمري ما بتشفى بصاحبي. أنت صاحبي وحبيبي وعشرة عمر. بص يا حبيبي، أنا قعدت مع نفسي وركزت واكتشفت إني اتسرعت كده، رغم إنك خنتني، بس أنا مسامحك على فكرة. يا جدع السهاله اللي انت فيها دي، يعني انت مولع لي في المحل وانت اللي متصل بيا تقول لي انك سامحتني؟ لا إله إلا الله. بص، أنا أهلي علموني اللي يغلط غلطة يصلحها. هيوصلك مني 2 مليون جنيه. أظن المبلغ ده كافي إنك تصلح فيه المحل وزيادة يعني. والله بقيت بتتكلم بالملايين يا معفن. هي دي آخرة الصحوبية؟ حبيبي إحنا اللي بينا أكتر من كده. ما تحرقش اللي بينا. يا اخي يتحرق اللي بينا اكتر ما اتحرق. ده آخر كلام عندك؟ وانت عارفني، اللي بيخرج من حياتي ما بيرجعش تاني. احكي لي يا محمود، أنا عايزة أعرف كل حاجة. أنت تعرفه من بورسعيد؟ لا، أعرفه من القاهرة، من أيام ما كنا مع بعض في الجامعة. أيام ما كان حلمي إن أنا أبقى مهندس بحق وحقيقي، قبل ما أتدبس بقى في موضوع المحلات بتاعت أبويا الله يرحمه وأشيل المسؤولية. أنت مش فاهم الهندسة بالنسبة لي دي كانت إيه؟ الهندسة بالنسبة لي دي كانت مؤاخذة أنا آسف الكلام خد. أعرف أحمد من أيام الكلية يا ليلى. كان كل علاقته بالكلية إن أبوه نفسه يشوفه مهندس. ما كانش بيعرف حاجة في الكلية خالص، أنا اللي كنت دحيح من كتر حبي للهندسة. اتعرفنا على بعض وبقيت بذاكر له وبقى بينجح بسببي. استجدعنا بعض، طلع واد أصيل وابن أصول وبيقدر كل الناس اللي حواليه. طبعا حسسك انك انت اهم حاجه عنده.
وإن من غيرك يموت. بيخاف عليك ويحميك كأنك واحد من أهله، كأنك من دمه بجد. يحطك فوق راسه ومرة واحدة بقى بدون سابق إنذار ينزلك على الكوبري. ليه كده يا أحمد؟ انت عارف يا محمود مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك طيب وجدع قوي مع ناس لا عندها اصل ولا مبادئ. وليلى دي بتلعبك بحواراتها ومشاكلها. انا هعمل ايه بقى؟ طبع غلاب، ما اقدرش اشوف حد في دقيقه وما مدلوش ايدي. وموضوع اكرم ده بصراحه طالع من نافوخي. انت مش قلتي هتساعديني اوصل له؟ مش هينفع تقابله وانت كده. ايه كده يعني؟ مالي لا مؤاخذة. عايزاك تقابله وانت اهم رجل اعمال في مصر. يا سلام، طب ما انا رجل اعمال. لا اكبر من كده بكتير. بص بقى يا سيدي، احنا هنأسس مشروع عصاير ومربى، شرشر جروب، عربيات عليها اللوجو بتاع شركتك، اعلانات في التلفزيون والبلاتفورمز، بضاعتك بتتباع في كل الهايبر ماركتس. هخلي اسمك براند. انت معاك الفلوس والمزارع وانا عندي النو هاو. في اقل من سنة هخليك اهم رجل اعمال في مصر، واكبر من اكرم كمان. ايه الحلاوه والجمال ده؟ انت سالكه كده في كل حاجه. الله اكبر، حلاوه ورقه ودماغ دهب. الله اكبر. نقرا الفاتحه. هنقرا الفاتحه. ادم حبيبي ازيك؟ كان ليا حق ابعده عني. اصل ابني ما ينفعش يتربى مع واحده شمال زيك. انت انسان مريض، انت ازاي بتعمل كده؟ ليه عايز تحرمني منه في اليوم الوحيد اللي انا بشوفه فيه؟ ليه؟ قال يعني فضيله له قوي. اسيبك لعاداتك الخاصه يا مدام. ده اجتماع شغل مع استاذ محمود موكلي. قافلين على نفسكم الباب بتاع المكتب واخش عليك قاعده على حجره وفي الاخر تقولي ده موكل عندي. اخلص يا سافل يا حقير. يا اخينا يا اخينا، ما يصحش تكلم واحده ست كده خصوصا قدام ابنها يا اخي. انت تخلص خالص وكلمه تاني هيقل منك. لا تقل من مين؟ انت عارف انجراوي. كلمه كمان احط صباعي في زورك. خلاص يا محمود عشان خاطري والنبي. ماشي. وانتي انسي اللي ليك ابن. يلا يا ادم. يلا يا ادم. عايز يحرمني منه وانا لسه عايشه. انا بصراحه يعني مستغرب، محاميه زيك ودماغها الماظ ومعاكي قرطه محامين بره، مش عارفه تاخدي ابنك بالقانون. على فكره انا كان ممكن اكسب حضانته من اول جلسه، بس هو اللي مشبطه فيه ومش مخليه عايز يجي يعيش معاه. انا تعبانه قوي يا محمود. انا فعلا امان لكل الناس ان انا الست القويه الجامده، بس انا جوايا جروح والام كتيره جدا محدش حاسس بيها. معلش معلش، ان شاء الله ابنك هيبقى كويس وان شاء الله يرجع لك باذن الله. راجل غير يعني انا مش فاهمه. احنا بنشرب شاي. ده سافل. استغفر الله العظيم يا رب. خير ان شاء الله. ألف مبروك يا حبيبي ويا صاحبي. ده أنا هشرب من دمك. اهدى كده، أنت بقى عندك اللي تخاف عليه، بقيت زيك، لو سمعتك اتلطت كل الهيلمان اللي أنت عامله ده هيروح في داهية، فاهم؟ أنت عايز مني إيه تاني؟ إيه اللي جابك؟ أنا بقيت لوحدي يا محمود. الكرة حواليا في كل حتة. وليد بيفخخ لي، بريهان مش طايقاني، ولادي بيكرهوني. بنام وانا مفتح عيني مش عارف الضربه هتجيني منين. انا محتاج الصاحب اللي يوقف في ظهري يسندني. طب انت عارف انا لما بقعد لوحدي بفكر في ايه؟ بفتكر ايام بورسعيد. انا عايز نرجع انا وانت زي زمان، ونرجع ليلى كمان. انت بتقول ايه؟ البعيد ما عندوش دم. انت بتقتل اللي قتيل وتمشي في جنازته؟ مش كفايه كنت عايز تموتنا في سوهاج لما بعت لنا رجالتك يضربوا علينا نار؟ ولا المحل بتاعي اللي ولعت لي فيها خسيس؟
انت اللي بدات بالشر يا اكرم. اقسم بالله العظيم انا كنت بهوش. انا لو كنت عايز اقتلك كنت زمان واقف على قبرك وبقرا لك الفاتحه. يا حنين يا حنين يا طيب يا جميل. الله، المفروض بقى ان انا كده دلوقتي بتاخدني على حجرك مش كده؟ مش هيحصل. عارف ليه؟ لان انت السبب في الورطه السوداء اللي احنا فيها كلنا دلوقتي. وبقول لك من دلوقتي اهو، لو فكرت تعمل اي حاجه الليله او تخطف اي حد من عيالها تاني انا اللي هقف لك، والمره دي هقرقشك بسناني. يا ابني انت ليه ما بتفهمش ان انا ما بتهددش؟ انا هسيبك تفرح بالمصنع، بس نصيحة اخوك، رجال الاعمال هنا حيتان مش هيسيبوك لوحدك. دول هيشفوك ويفصصوك ويعصروا عليك نص ليمونه. فعشان كده من مصلحتك نبقى لو انت ايد واحده. هسيبك تفكر ولما نتقابل تاني تقول لي رايك. دي بقى تحاليل قبل الجواز، عملتها انا ومحمود. تمام. بصراحه انا اللي صممت. عايزه اعرف لو انا ومحمود اتجوزنا هل هعرف اجيب له الولد اللي هو نفسه فيه ولا لا؟ طيب التحاليل كلها كويسه. يا سلام يا وش الخير، يوم ما ربنا يكرمني اعمل لك فرح. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. نورتونا مع الف سلامه. باشمهندس بس عايزك كلمه لو سمحت. طيب ماشي محمود، انا هستناك في العربيه. ماشي. ما توقعش قلبي. التحاليل فيها حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، انا عايزك بخصوص مدام تهاني. اخر مره جات لي فيها لقيت عندها ورم على الرحم وقلت لها انها لازم تشيل الرحم، بس هي ما رضيتش. انا عارف انك طلقتها، بس لو تعرف حد ليه تاثير عليها يا ريت تكلمه وخليه يقنعها، ده هيكون لمصلحتها. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا دكتور إن شاء الله. السلام عليكم. مع الف سلامه. ما تخافيش يا دهان، إن شاء الله تخرجي من العملية فل الفل. ما تسيبنيش والنبي يا محمود، ده فتح بطني يا اخويا. هيخوف لا تطلعوا بيا على الجبل يا محمود. ما تقوليش كده يا بنت، أنت جدعة وربنا هيكرمك آخر كرم إن شاء الله. يا رب. عارف حتى لو مت كفايه يا اخويا اني هموت وانا لازم بيتك. خلي بالك من نفسك، ها؟ اجمدي كده. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. محمود، ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ تضحك عليا يا محمود؟ رحت رجعت طليقتك من ورايا؟ وطي صوتك، احنا في مستشفى. مش هوطي صوتي يا محمود. بقول لك اخرسي، احنا في مستشفى. انت بتزعلي؟ انت بتعمل معايا انا كده بعد كل اللي انا عملته علشانك؟ وليه؟ عشان خاطر واحده زي دي؟ بقول لك ايه؟ اللي بتتكلمي عنها دي دلوقتي بين ايدين ربنا، وانا مش هسمح لاي حد في الدنيا مهما كان انه يغلط فيها. ومن الاخر بقى، اللي يقدرني هشيله على راسي، واللي يقل حياه هديله على قفاه. بقول لك ايه؟ توكلي على الله، يلا امشي من هنا دلوقتي. بقى كده؟ ماشي يا محمود، انا هنزل استناك تحت في العربيه لحد ما العمليه تخلص، وهنطلع من هنا على المأذون، والليله دي مش هتعدي غير وانا على ذمتك. دي بقى تحاليل قبل الجواز، عملتها انا ومحمود. تمام. بصراحه انا اللي صممت. عايزه اعرف لو انا ومحمود اتجوزنا هل هعرف اجيب له الولد اللي هو نفسه فيه ولا لا؟ طيب التحاليل كلها كويسه. يا سلام يا وش الخير، يوم ما ربنا يكرمني اعمل لك فرح. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. نورتونا مع الف سلامه. باشمهندس بس عايزك كلمه لو سمحت. طيب ماشي محمود، انا هستناك في العربيه. ماشي. ما توقعش قلبي. التحاليل فيها حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، انا عايزك بخصوص مدام تهاني. اخر مره جات لي فيها لقيت عندها ورم على الرحم وقلت لها انها لازم تشيل الرحم، بس هي ما رضيتش. انا عارف انك طلقتها، بس لو تعرف حد ليه تاثير عليها يا ريت تكلمه وخليه يقنعها، ده هيكون لمصلحتها. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا دكتور
ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أكرم عرف يغشك يا محمود. بس أنا هستغرب ليه؟ ما أنا شخصيا قاعدة 10 سنين بيضحك عليا ويغشني، فطبيعي يضحك على أي حد بسهولة جدا. انا حبال الود اللي بيني وبين اكرم اتقصت من زمان، بس بيني وبينك برضه المره دي وانا بتكلم معاه كلامه كركب لي مخي. قلت يمكن ولو 1% يبقى صادق المره دي. صدقيني انا مش فارق لي حاجه خالص غير مصلحه العيال ومصلحتك. طب وافرض إن هو صادق، خلاص هتقفل معايا على كده؟ اخد عيالي واهرب من بلدي بورق مزور وكأن انا اللي عامله؟ عمايل اكرم دي مش عمايل بني ادمين يا محمود، دي عمايل شياطين، والشياطين عمرها ما بتتوب. بس ده انا غالي، ويمكن الواحد يعني عشان خاطر عياله بيعمل اي حاجه. طب انت عايز تساعدني بجد؟ اكيد. جري اكرم، قول له ليلى بتفكر، اقنعه ان هو يجي الجلسه بتاعت النسب، قول له فرصه كويسه انك انت تتقابل انت وهي وتتوصلوا لحل. هتقدر تساعدني يا محمود ولا لا؟ هحاول، بس انت ناوي على ايه؟ معرفش، ربك يحلها من عنده. يا ست الكل، طمنيني عليكي، عامله ايه؟ مبروك يا محمود. الله يبارك فيكي. امي قالت لك على المصنع؟ مبروك على جوازك من سوسن. انا يا اخويا لما جالي المرض الوحش كنت بقعد اعيط ليل نهار، كنت عامله زي الغريق اللي عايز يتعلق في قشايه، لحد اما رجعت لي وسندتني ووقفت جنبي. كنت احن عليا حتى من امي وابويا، ده كفايه بسطه الخوف اللي كانت في عينيك وانا داخله العمليات. انت فاكر يعني بعد كل ده مش هفرح لك؟ ده انا افرح لك ومن قلبي كمان، وادعي ربنا انك تجيب العيل اللي كان نفسنا فيه من سوسن. بالله عليكي، بالله عليكي اوعي تقهري روحك. هزعل ازاي يا اخويا وانا شايفاك قدامي؟ ده كفايه انك سايب شغلك واللي وراك وعروستك وجاي لحد عندي عشان تطمن عليا. ولا هم بص امك واخواتك ما يجيبوليش سيره. ما كنتش عارفه اني غاليه عندك قوي كده. غاليه بس؟ ده انت غاليه قوي 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 يا بنت. انت الجدعه اللي مفيش منك اتنين. كتر خيرك يا اخويا. انا بس عايزه اطلب منك طلب. عينيا. ما تسيبنيش تاني يا محمود، وانا والله العظيم ممكن اشتغل طول حياتي خدامه تحت رجلك انت ومراتك. فشر طول ما انا عايش ونفسي داخل وخارج هتفضلي ست الستات وكرامتك محفوظه يا بنت الناس. كتر خيرك. من الاخر بقى يا محمود، محدش هيساعدني في حل مشكله برهان ووليد اخوها غيرك انت. انت في ايه ولا في ايه؟ سايبه المصايب اللي انت فيها انت وعيالك والراجل الناطع اللي مش راضي يعترف بيهم وماشيه تدوري على حلول لناس تانيه. عمك صلاح طول عمره بيقول لي لو وقعتي في مشكله ولا اتزنقتي في مصيبه ساعد غيرك وربنا يحلها لك من عنده. وانت بقى دونا عن خلق ربنا كلهم ما لقيتيش غير ضرتك هي اللي عايزه تساعديها وتمدي لها ايدك. ربك بقى. انت عارف انا اول ما شفت برهان دي كنت هتجنن، عماله اقول ايه اللي فيه عشان اكرم يسيبني واروح لها؟ يمكن شايفها احسن مني، اشيك مني، احن عليه مني، لحد ما قابلتها وقربت منها واتكلمت معاها لقيتها اغلب من الغلب وشاربه من نفس الكاس اللي انا شربت منه بالظبط، فقررت ان انا اساعدها هي. انت لو بتتكلمي بقى على الكاس واللي شرب منه، كل ما اقعد مع نفسي كده وافكر بلاقي ان اكتر ناس اتاذت وشربت من نفس الكاس بتاع سي اكرم ده
انت وانا وبرهان دي. ووليد طبعا. ها يعني هتساعدني ولا هتعمل ايه؟ ارمي حمولك على الله وعلى اخوكي، كتف اخوكي شقاه. العشم يا ابن الاصول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الصحه يا باشا؟ اؤمر يا باشا. الامر لله ربنا يخليك. عندي بس واحده قريبتي تبقى بنت خالتي لازم عندكم هنا في المستشفى، ومن ساعه ما دخلت وانا قلبي وكلني عليها، عايز اطمن. حضرتك تقدر تروح لدكتور علاء صاحب المستشفى وهو يجاوبك على كل اسئلتك. لا يا عم، دكتور مين؟ الدكتور ده لا حد يعرف يفهمه ولا يقرا خطه الا الصيدلي. انا عايز حد كده ايه، يبقى ابن بلد فاهمني ايه الدنيا، عايز اعرف عندها ايه، عايز اعرف هتخف امتى. طب هي المريضه اسمها ايه؟ اسمها برهان الام. دي متوسع عليها بالجامد، محدش بيدخل لها غير دكتور علاء واتنين ممرضات مختارهم بالاسم. انت برضه مش هتغلب يا محسوبك نادر يا باشا. عاش لسام يا عم نادر، عاش لسام. انا عايزك تعرف لي عنها كل حاجه بالتفصيل الممل، حتى اسامي الادويه اللي بتاخدها ايه. وانا يا عم المره الجايه اما اشوفك هديك قد اللي اديتهولك ده 3 مرات. وعون الله بكره اعرف لك كل حاجه. زي الفل. بقول لك ايه، انت زيرو كام؟ خد اكتب لي النمره. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ انت في السوق ولا ايه؟ انا كلمت دكتور معرفه ووريت له الادويه اللي انت كاتبها لبريهان، وقال لي انها بتسبب ذهان واكتئاب. دي صوره الادويه مش كده؟ الكلام ده مش مظبوط. لا مظبوط، مظبوط الكلام ده. واحد ابن حلال من اللي عندك بعت لي اسامي الادويه في رساله. اسلوبك مرفوض وغير مقبول. انت هتروح في 60 داهيه وهشطبك من النقابه. واكرم اللي انت متحامي فيه وموصيك تعمل كده فيها مش هينفعك. ها؟ بقول لك اتكلم كويس. بشكل عام العنف بالنسبه لي يبقى اخر حل، ودي اختي، يعني هستخدم معاك اقصى درجات العنف. اختي هتخرج معايا من المستشفى دي حالا. خلص لي اجراءات خروج مدام برهان القاضي. نفذ اللي بقول لك عليه. انت مالك؟ نهدى بقى ونشرب حاجه. اتفضل. برافو عليك. يا اهلا وسهلا. يعني انت ما لقيتش غير وليد اللي اذاني ودمر حياتي بانك تتفق معاه ضدي؟ عشان كلامك كله طلع كذب في كذب، وكالعاده الغدر طلع بادئ من عندك انت. اسمع يا حبيبي، بريهان تعبانه قوي وحالتها غير مستقره. انا خايف تعمل في نفسها حاجه لو ما لقيتش رعايه طبيه. يا حبيبي يا حنين يا ابو صدر واسع، يا اخي طيبه قلبك دي هي اللي بتطمع الناس فيك. بقى يا نجس تبقى انت اللي عامل فيها العمله السوداء دي ومجننها، وجاي قدامي عايز تفهمني ان انت خايف عليها. طب اعمل الكلام ده على حد ما يعرفكش، مش عليا انا. انتوا هتقولوا لي خبيتوا بريهان فين ولا لا؟ انت هتوطي صوتك ده تعليه على القراضيش والدلاديل اللي ماشيين حواليه، انا لا. يعني انت مصمم تقف مع وليد ضدي؟ انا واقف مع الحق، واتفضل اتنيل امشي اطلع بره. همشي واطلع بره، بس افتكر يا محمود انت اللي فتحت باب الخيانه. خيانه ايه اللي انا فاكره؟ انت صاحب المصنع؟ ايوه يا باشا. معانا اذن من النيابه غلق المصنع والتحفظ على المنتج بتاعك لفحصه بسبب حالات كتير جدا من التسمم نتيجه شرب العصير اللي انت بتنتجه. يا باشا غلق ايه وتسمم ايه؟ انا حاجتي كلها زي الفل، اجيب لحضرتك كرتونه عصير اشربها قدامك دلوقتي. الكلام تقوله في الاسم. اتفضل معانا. يا باشا اتفضل فين؟ انا والله العظيم 3 انا ما فيش حاجه، انا سليم وربنا. انت اللي عملتها. انت
انت اللي عملتها. والله ما انا اللي عملتها. وديني بس. والله ما انا اللي عملتها. طمنيني عليك، عامله ايه؟ في وجع؟ لا يا خالتي الحمد لله احسن بكتير والله. طب الحمد لله الحمد لله. محمود يا حبيبي، الحمد لله على السلامه يا اخويا. الحمد لله على السلامه. محمود يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. بركة انا رجعت بيتك بالسلامه. ما عرفتش مين اللي عمل فيك المغرز ده. واحد جاحد بيني وبينه عركه. كنت مطول بالي عليه بس خلاص بقى البادي اظلم. ربنا ينتقم منه يا اخويا. والله العظيم كنت نازله لك مصر مخصوص لولا بس امك حشتني. اسكتي يا تهاني اسكتي. كان بيني وبين الحجز فركة كعب. اسم الله. لولا سوسن الله يبارك لها هي اللي خلصت كل حاجه والله. وانا من امتى يا محمود بخسر قضايا؟ فما بالك قضيتك انت بقى يا حمودي. كتر خيرك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. هو انتي مش بقيتي كويسه ولا هتفضلي مستموتلنا فيها كده عشان تصعبي على محمود؟ ما تبقيش عامله زي ام قوي وتحب الخراب. ما تقول حاجه يا محمود. هدي النفوس ياما، هدي النفوس ياما. انا راجع مش طايق نفسي وعلى اخر. اقول لك حاجه، انا هقوم استحمى وانام للاسبوع الجاي. طب يا اخويا هقوم احضر لك جلابيه. لا يا اختي هحضرها له انا. يلا يا محمود. يلا حبيبتي. لبسوها طرحه وقالوا عليها صالحه. انا سامعك ياما استنى اما ادخل وبعد علينا. وانت شد حيلك، لو لقيتك لقمه طريه هتاكلك. حاضر يا خالتي حاضر. شدوا حيلكم يا رجاله. كل ما الانتاج يزيد كل ما ينوبكم الحب جانب ان شاء الله يا معلم. معلم ايه؟ اسم الباشمهندس محمود. احفظها بدل ما احطك في المسطره. ايه المفاجاه دي يا ام شرشر؟ مين شرشر ده؟ ام شرشر. اصل انا ان شاء الله ناوي اسميه شرشر. الواد يجي يلاقي نفسه مشهور واسمه على علب العصير اللي مغرقه السوق. طيب نبقى نشوف موضوع الاسم ده بعدين. انا بقى يا سيدي عايزاك تمضي لي على الورق ده. ايه ده؟ ده محضر الجمعيه العموميه الغير عاديه اللي عملناه بشكل صوري علشان نضيف فيه نشاط تصنيع المربى. موضوع المربى ده طلع في الجول. مده صلاحيتها اطول من العصير. بتوع الصحه بقى اللي يجوا يقولوا لنا فاسده ولا يجوا يقولوا لنا منتهيه الصلاحيه ولا يتعبونا. عشان تعرف بقى يا سيدي اللي يمشي ورايا يكسب. طبعا. انا عايزاك تنزلي على الورق ده كله علشان الحق اروح بيه على هيئه الاستثمار قبل ما يقفلوا. ماشي فاضل الورقه اهي. باي باي. باي باي يا ابن جارتك. ايه الحلاوه دي؟ الو. ازيك يا صاحبي؟ صاحبي كان فيه خلص. بقول لك ايه يا محمود، مراتك بتضحك عليك ومش حامل. ايه؟ الو. مالك يا محمود؟ من ساعة ما نزلنا وركبنا العربية وانت ما اتكلمتش نص كلمة، هو في حاجة حصلت؟ عندي صداع. نحلة بتزن في دماغي من صباحية ربنا. طب وانت يا حبيبي بتعمل في نفسك كده ليه؟ خايفة على ايه؟ أكيد طبعا خايفة عليه. مش جوزي حبيبي أبو ابني؟ أهو ابني ده بقى اللي مطير النوم من عيني ومش مخليني عارف ارتاح. على فكرة هو كويس، أنا مش عارفة أنت قلقان ليه؟ معلش أنا مش هرتاح إلا لما أشوفه بنفسي على الصنارة. أنا عرفت إن في دكتور حلو أوي هنا، حجزتلك عنده. بس أنت عارف يا محمود إن أنا ما برتاحش غير عند الدكتور بتاعي. معلش اعصري على نفسك ليمونة. هروح للمرة دي ونطمن وبعد كده بقى قاطعين. أنا بصراحة مش فاهمة أنت بتعمل كده ليه يا محمود؟ خلاص إحنا وصلنا بأمر الله. خطوتين. اطمنا يا دكتور، شايف ايه؟ اطمن. حامل في 4 أسابيع. يا كرم الله. طب الصورة دي ما ينفعش تكبر عن كده، اسمع نبض واي حاجة. المرة الجاية إن شاء الله هخليك تسمع النبض بتاعه. ان شاء الله. يا انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. صغرنا الاول. الله اكبر ما شاء الله.
مش فاهم انا كنت فرحان ازاي ولا شايف الواد قدامي على السنار. يا لهوي، كان نفسي اشيلك على ظهري والف بيك العياده كلها. عياده ايه؟ كان نفسي الف بيكي مصر كلها. مالك بوزك ضارب في الازاز كده ليه؟ هو انت كنت شاكك فيا يا محمود؟ ولا تهاني مالت دماغك من ناحيتي؟ الظلم حرام. بصراحه بقى اللي ملا دماغي وقال لي انك مش حامل الزفت اللي اسمه اكرم. اكرم؟ اه بس وديني ياخد حقي وحقك منه. من هنا بقى لغايه ما ده يحصل اموري وانا انفذ. شوفي نفسك في ايه وانا اعمله لك. تكتب لي الفيلا باسمي، مش عشاني، عشان نأمن مستقبل ابننا. والله ما رديت لك كده. الفيلا باسمي. ها اكتب لك عربيه الحاج شرشر فوق البيعه. حلوه. مراتك ضحكت عليك وخليتك تمضي عقد بيع المصنع يا مغفل. يا روح قلبي يا ناس، يا ريتني كنت معاكم يا محمود. خلاص المره الجايه ان شاء الله رجلك على رجلنا. لا يا اخويا بلاش، لحسن بس سوسن تاخد على خاطرها. معلش هي مدب شويه بس قلبها طيب. على طول يعني بتكلمني عليكي وقد ايه انت تعبانه في البيت وشايلاها على دماغك وعلى طول يعني مهتمه بكل التفاصيل. يعني دي حتى مش عارفه تريحك ازاي. وطبعا راحتي هتبقى في البيت في بورسعيد، مش كده؟ بص يا محمود يا اخويا، الناس الدغري اللي زيك دول مالهمش في اللف ولا في الدوران. انا هلم حاجتي كلها النهارده وارجع على بورسعيد. انا مش عايزك تاخدي على خاطرك. في الاول ولا في الاخر انت راجعه لمملكتك. وهتاخدي بحس امي وتحنني قلبها عليا. دي غضبانه عليا من ساعه ما جيت هنا. حاضر يا اخويا. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. ايه النور ده يا اما؟ يعني كنت قولي لنا انك جايه وكنت فرشت لك الارض ورد من بورسعيد لحد هنا. بقى يا ناقص تسيب امك كل ده ما تشقرش عليها. اللي ينفعك رضاه يضرك غضبه. لو النبي في عرضي ده انا ماشي ببركه دعاكي. وبعدين يعني انا كنت جاي لك بورسعيد النهارده. اهو سالت تاني. حصل يا خالتي، والله كنا لسه في سيرتك لقيناكي على الباب. بطلوا كدب انتوا الجوز. اللي يكذب نهار الوقفه يسود وشه نهار العيد. امال فين الشحروره؟ خرجت يعني عندها شغل. يا اخويا سايبها ترمح ولا همك اللي ببطنها. طب لو سقطت دي هتعوضوا ازاي ده؟ لا والنبي يما، لا والنبي الله يكرمك تفي من بقك، ده انا اروح فيه. كل الحكايه يعني ان انا مش عايز ازعلها. وانت لما تستتها في البيت ايه اللي يزعل في كده؟ ولا هي عايمه على عم الستات الانت تنتن دول وومن اللي بنسمع عليهم دول؟ الله اكبر عليك يا اما، يعني ما شاء الله واعيه ودريانه بكل حاجه. الله اكبر. امال يا حبيبي مسقفه اكتر من اللي معاهم شهادات. طبعا. طيب يا جماعه، عايزين مني حاجه بقى قبل ما ارد على بورسعيد؟ او النبي يا انور يا اخويا استناني، انا هلم حاجتي وهاجي معاك. ترجعي فين يا معدوله انت؟ انت هتفضلي قاعده معايا هنا ولا في اعتراض؟ يا لهوي يا نهار ابيض يا اما، انت بتقولي ايه؟ ده انا اسيب لك اوضتي اللي فوق دي وانزل ابات في حمام السباحه. هي الفيلا دي ما فيهاش دورة ميه؟ لا فيها يا خالتي، تعالي من هنا. على مالك. طيب انا هتكل بقى. ماشي يا حبيبي، توكل على الله. انت بقول لك ايه، قول لسحر ورؤية هبعت لهم نصيبهم من ارباح المصنع بعد بكره ان شاء الله، حولهم لهم على حسابهم. تمام، ربنا يزيدك. ربنا يخليك. سلام. نورك. الو يا سوسه، انا قلت اعرفك ان امي جت يعني عشان ما يبقاش في اي مفاجآت. يعني انت فين؟ طب ما تاخريش بقى. يلا سلام عليكم.
سوسن افتحها يا سوسن. ايوه ثانية يا محمود. طيب يا سوسن. طيب ايه ادخل. في ايه؟ مفيش. انت مالك قافله على نفسك ليه؟ في يعني يا محمود قاعدة مع نفسي شوية، مش عايزة الاقي امك طالعة فاتحة عليا الباب. وهي امي هتطلع لك على السلم؟ لو ما كانتش امك هتبقى تهاني، ما هو البيت بقى زريبة بصراحة. بقول لك ايه، ما تستغليش خوفي عليكي ودلعي فيكي وتغلطي في امي او في تهاني. انا اللي يغلط في حد من اهلي وبالخصوص امي ابعزق بكرامته الارض. ومين قالك ان انا بتكلم عن امك اصلا؟ وبعدين انت مش قلت لي ان تهاني هتمشي من البيت قريب؟ وانا عندي وعد كلها كام يوم وتهاني هترجع مع امي على بورسعيد. وبعدين ما يصحش تقعدي هنا وتسيبيهم، يعني بيسالوا عليكي تحت. ماشي يا محمود. لسه ما اكتشفتش مراتك يا كورك. لو مش مصدق هتلاقي المصنع متسجل في الشهر العقاري باسم عصام طارقها. افتحي يا شيرين، عارف ان جوه. وبعدين انتوا مالكم بحياتي؟ هو انتوا عايزين تتحكموا فيا وخلاص؟ ما انت قللت الربايه بصحيح. انا لو كنت بقف على رجلي كنت جبتك من شعرك. بنت يا تهاني اسفكيه قلم على وشها. خلاص بقى يا خالتي ما يصحش. بقول لك اضربيها ما تخافيش، اللي يخاف من العرسه ما يربيش كتاكيت. محمود امك مسلطه تهاني ان هي تضربني وعايزين يسقطوا الولد اللي في بطني. انت بتضربني يا محمود؟ انت شفت ده؟ تسرقيني يا بنت؟ واحدة زيك فاكرة انها تضحك عليا وتهرب مني المصنع؟ ده انا اتفرك عليا. اسمعي يا بنت، تتكلمي الزفت طليق ده دلوقتي حالا وتنزلوا ترجعوا المصنع باسمي. خلاص ما بقاش في مصنع، زي الفيلا بالظبط، ما بقاش ليك فيهم اي حاجة، ويلا غرف 60 داهية، اطلعوا من بيتي. فوقي نفسك، فوقي نفسك وما تغركيش طاقتك، انا مش هغلب بواحدة زيك. صلي على النبي يا محمود، الواد اللي بيسترجم الدنيا يا اخويا مش هتضيعه في لحظة غضب. يغر عيل الام رخيصة ولا بدها جنيه. وحياة العيل اللي في بطني ده يا محمود لا تطردك انت وامك في الشارع. يلا يا بنت بره. خدتني على اخوانا بنت الجزمه، مضتني على عقد بيع المصنع من غير ما اخد بالي، مش عارف ازاي، مع اني طول عمري رخم مفيش ورقه بمضي عليها غير وانا عارف بمضي عليه كويس قوي. الانيل من ده كله بقى راحت نقلت ملكيه المصنع للنيله طليقه. خلاص عرفتها على حقيقتها يا محمود؟ مش هي دي سوسه اللي انا حذرتك منها؟
والنبي بالله عليك انا ما ناقص تبكيت، انا على اخري ومش قادر اتلم على اعصابي من ساعه ما عرفت الخبر المنيل اللي انا فيه ده. امسكي دي شنطه الشغل بتاعها، لقيت فيها ورق كتير وحاجات كتير مش فاهم منه حاجه. شوفي والنبي ممكن نمسك عليها ايه من الورق ده. طب بقول لك ايه، انت هتسيب لي الورق ده شويه، هقعد اقراه واقول لك اللي فيها. شويه ايه؟ انا مش هعرف اسيبه لك كام ساعه اصلا. انا خايف لا تروح تخلي النيله طليقها ينقل ملكيه المصنع لحد تالت واروح في 7000 داهيه اكتر ما انا رايح. جرى يا محمود، ما انا لازم افحص الورق ده كويس قوي عشان اعرف ايه اللي فيه، عشان اقول لك حاجه تنفعك. انا بيني وبينها مصانع الحداد، وعندي طار قديم مع سوسن وعايز اخده، بس والله العظيم ما هعمل اي حاجه في الورق ده غير لما ارجع لك الاول. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو أنا بيحصل فيا كده ليه؟ الناس بتعمل معايا كده ليه؟ ليه؟ أنا عملت إيه غلط في حياتي؟ صاحب يغدر، والست اللي اديت لها اسمي وأمنت لها واتجوزتها تبيعني، وبقيت بسمع كلام غريب. ناس مرة تيجي تقول لي أصل مشكلتك إنك جدع، اصل ازمتك انك راجل. طب انا اتربيت على كده، اتربيت لما حد يبقى في زنقه ولا في ضيقه اقف جنبه حتى لو بيني وبينه مشكله. وبعدين هي امتى يعني؟ امتى الجدعانه والرجوله كانت عيب؟ ولا انا عيان ولا ايه اللي بيحصل؟ بالله عليكي لو عيان قولي لي هتعالج ازاي؟ هقول لك وما تزعلش. قولي. انت بتحب كده يا محمود، انت اللي بتحب اللي بيضحك عليك، وانت كمان بتضحك على الناس اللي بتثق فيك زي ما عملت معايا بالظبط. انا جه عليا وقت كان نفسي ادمرك، كان نفسي اذيك زي ما انت اذيتني، عشان تحس ولو بجزء بسيط بس من اللي انت عملته فيا. بس سامحتك مش عشان انا طيبه، لا، سامحتك عشان عارفه انك انت عملت كده من باب الجدعنه، مش من باب انك انت تاذيني. يعلم ربنا والمصحف الشريف عمري في حياتي ما فكرت اذيك، ولا عمري فكرت اذي اي بني ادم اصلا. انا ما اقدرش اذي حد. عموما انا متشكر انك هتهتم بالورق ده، واسف ان انا جيت رميت بلايا عليكي كده مره واحده وانت مش ناقصه. انا صحيح يعني لو فيها رساله، انت وصلتي لايه في موضوع اكرم؟ وصلت لحاجه في موضوع اكرم انا مش قادره اصدقها. اكرم عمل مصايب اكبر بكتير من اللي عملها فيا وفيك. عمل ايه؟ اكرم قتل ابوه. يا نهار اسود! قتل ابوه وعمه. انت متخيل؟ يا نهار اسود ومنيل. قتل؟ محمود. نعم. هو انت كنت عارف؟ والمصحف ما اعرف ايه دي مصيبه سودة. انا لو اعرف كنت سلمته بنفسي، ودي حاجه يتسكت عليها. المهم ان هو هرب. كان عندي امل كبير ان هو يتقبض عليه ويقر بكل اللي عمله، عشان على الاقل ابرأ نفسي من قضيه التزوير. مش كان عماله اجلها اكتر من مره وخلاص. الجلسه الجايه النطق بالحكم. لو اكرم ما اتمسكش واعترف ان هو اللي زور شهادات ميلاد العيال، انا اللي هتص حكم. بعد الشر، ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشايف كل حاجه وما يرضاش بالظلم. يا اما ايه محمود؟ يلا في داهيه بلاش عرف. لوياني يا لوياني، الهي يبتليكي بنصيبه ما تلاقي حد ينجدك يا بعيده. طب بقى الهدوم قدم يا بنت. حسبي الله ونعم الوكيل. دول عايزين ونبيتهم عشان ينضفوا ونلبسهم تاني. الحقنا يا ابني الحقنا، اللي ما تتسمى جابت شويه بلطجيه دخلوا علينا الفيلا وطاحت فينا زي البقره، اللي يمشي قدامها تعض واللي يمشي وراها ترفصه. افتحي يا سوسن. يمين بياض. وريني يا محمود هتعملها ازاي وانا اخلي رجالتي يطلعوك من هنا على نقاله. البوليس على وصول، والحق معايا والفيلا باسمي. انا جوه وانت بره. وخليني بقى يا حبيب قلبي اقول لك الجمله الشهيره بتاعت الافلام اللي كان نفسي اقولها لك من زمان. يبقى الحال على ما هو عليه،
وغرفه 60 دقيقه خد معاك الوليتين دول. انت بتقولي ايه؟ قول لي على النبي يا محمود والنبي، مش هتودي نفسك في داهيه يا اخويا عشان واحده زي دي؟ انا اسكت لها، تعمل فيه كده اسكت لها. اهدى بس يا ابني. اهدى ايه؟ اهدى يا ابني، هتوديك في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يا بنت الكلاب. بقول لك ايه، خلي الناس دي معانا لحد ما نتاكد ان هم مشوا ومش راجعين تاني. ما تخافيش، طول ما انا جنبك هو مش هيقدر يقرب لك. بالنسبه بقى اللي في بطنك ده هنخلص منه امتى؟ قريب هكلم الدكتور واخد منه ميعاد واشوف لو مفيش اي خطر عليا هعمل عمليه في ساعتها. يا مسهل. الو. ايوه يا بنتي، بقول لك ايه، انا مش هاجي المكتب اليومين دول خالص. كلمي فاروق خليه يعدي عليا عشان عايزه اديله اوراق القضيه بتاعت عماره المناخ. ماشي؟ يلا انا هجهزهم له لحد ما هو يجي لي. باي. بقول لك ايه، مش ناوي تديني وصوت الامانه وورقي انا كمان؟ انا موتي وسمي اني اعيد الكلام مرتين، فما بالك بقى بعيده للمره ال10. قلت لك نبيع الارض، اقبض الفلوس، هقطع الوصلات. وصلت ولا ما وصلتش؟ وعايزاك تريح نفسك بقى خالص، الوصلات مش موجوده عندي هنا. تمام؟ وبعدين يا حبيبي انا وانت مصلحتنا واحده. تمام؟ تعملش في روحك كده يا حبيبي، اوعى تزعل روحك. انا ماليش غيرك في الدنيا يا حبيب قلبي. استاذ انا استاذ، انا ركبت دماغي وما سمعتش كلامك لما قلت لي ان سمسم دي هتمنعني، ويا ريتها بلعتني لوحدي. بلعت المصنع والفيلا، خدت شقايا كله ياما. هي قطمة وسط بس مش قطع رقبة يا ولد. انت لسه عندك الارض والمحلات، ربنا يبارك لك فيهم. هيروحوا ياما. النيلة سوسن خليت تاخد قرض كبير من البنك بضمان الاراضي، والمصنع اللي كان بيجيب لي ملمين ادفع منهم القرض خلاص راح. دلوقتي مفيش قدامي غير ان اتنيل ابيع المحلات عشان احافظ على الاراضي. اعمل الصالح اللي يخرجك من المطب اللي انت وقعت نفسك فيه ده. ان شاء الله نبيع بيت بورسعيد ونقعد في قويتها شقه. انت طول عمرك خيرك عليا وعلى اخواتك، ولما تبقى محتاج كلنا هنبقى وراك. ذنبكوا ايه بس؟ ذنبكوا ايه تدفعوا ثمن غلطتي اني ما سمعتش كلامك ومشيت ورا واحده زفت زي اللي اسمها سوسن؟ كفايه تبكيت في روحك. انت عندك اللي اهم من الفلوس، دماغك اللي تتقل بالذهب. زي ما عملت كل ده من محل واحد سابولك ابوك، هتعرف تعوض اللي لهفته منك سوسن. الهي ما تكسب ابدا. انا مش عايزه ادعي عليها اكتر من كده لحد ما ناخد ابننا منها. مش بعيد تسقط روحها بعد ما خدت كل اللي هي عايزاه. بعد الشر يا محمود. لا يا اخويا، احنا هناخد منها ضنانه من حباب عينيها. ضنا ايه ده بس اللي هيجي وسط الكره والغل وقله الاصل دي؟ العيل بيتكتب باسم ابوه وامه مهما كان اللي فيها. ما تخليكش تضيع الامل ابدا. بسم الله ونعم الوكيل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 149 جنيه و99 قرش. من النهارده المصنع ده بتاعي، وانا اللي مسؤوله عن كل حاجه فيه، والكلمه كلمتي. ايه؟ انا شايفه ان الكلام مش عاجبكم. والله لو الكلام مش عاجبكم انا عندي الباب يفوت جملين مش جمل واحد. احنا ما فتحناش بقنا اصلا يا استاذه. هو الباشمهندس محمود خلاص كده مش راجع تاني؟ راجع. الباشا اللي ملوش بديل رجع.
والخسيس اللي ملوش تمن هيترمي بره. كل واحد فيكم يروح على شغله. رجاله انا هصرف لكم مكافأة رجوعي لمكاني. الهي ربنا يكرمك، ربنا يعلي راتبك يا رب يا باشمهندس. يلا على شغلكم يا رجاله. انا ما حبيتش اطلعك كداب قدامهم ولا خليتهم يحتفوك بره المصنع. ايه رايك تطلع بكرامتك احسن بره؟ يا انتي ليلة امك طين على اللي عملتيه في امك ده. انا ترمي اهلي في الشارع؟ قسما بالله انا لولا ان انتي لسه على ذمتي وابني لسه في بطنك كان زماني عصرتك قدام العمال. العمال دول بقوا رجالتي خلاص، واللي مش هيطوعني من يوم ورايح اجيب بداله 10 من بكره. واو برافو. ويا ترى مين بقى اللي هيورد لك العمال الجداد؟ تليقك؟ تليقك، مع ان اللي انا عارفه ان هو منفض لك بقاله شويه. معلش اعذريه، اصله ما نفضلكيش غير بعد ما امن مستقبله ومستقبل ابنك بفلوس كتير قوي. انت عارف يا محمود ان الكلام ده ما بياكلش معايا. هاكلهولك. ترى بقى الست المحاميه لسه بتعرف تقرا ولا اقرالك؟ الورقه دي مزوره. ليه؟ هو انا سوسن بكسر القوانين زي ما انا عايز؟ انا طول عمري عدل وماشي دغري. طليقك رجع لي مصنعي حقي، ودلوقتي هو وابنك في الطياره ويوصلوا بالسلامه. كلميني. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. ايه ماليش رقم تاني؟ على مهلك، عندك ابن راح، حافظي على اللي جاي في بطنك. يا مدام ايناس، العند ما بيوصلش لحاجه. استاذ نبيل كان كل اللي عايزه ان هو يبقى جزء من حياه ابنه، وده من حقه. يقوم يسهيني ويخطفه؟ انت مش عارفه احساس ان ابنك يتاخد منك عافيه وتتقهري عليه. لا عارفه يا مدام ايناس، واكيد مش راضين اللي حصل. سيبيني بس انا احل المشكله دي. يا ريت توصلي لنبيل ان مالك لسه صغير ومحتاج لي. حاضر يا مدام ايناس، انا هتكلم معاه وان شاء الله هنحل لك المشكله دي في اسرع وقت. ماشي، مع السلامه. اسمع بقى يا سيدي، شوفي انت بس، اسمع انا عايز انت اقول بس حاجه. الاول. لو انت عايز تودي سوسن في 60 داهيه انا اوديها لك في 60 داهيه. الشيكات اللي احنا لقيناها في شنطتها دي واخداها من الموكل بتاعها ومودي على استلام اصل الشيكات، نديها للخصم بتاعه، يقوم رافع التاني موكل عليها ايه؟ قضيه خيانه امانه، وتتحبس سوسن. ايه رايك؟ خلصتي؟ في يا محمود؟ امسكي. ايه ده؟ بأمر الله عليها حل مشاكلك كلها. ده فيديو كاتب كتابي. ده فيديو كاتب كتابي واحمد باين فيه. جبته منين؟ من سوسن صح؟ انا مش مصدقه، انا مش مصدقه نفسي. دي اول خطوه في دليل براءتي. انا عارفه انه مش هو ده اللي هيبرئني، بس دي خطوه مهمه جدا. الحمد لله. كتر خيرك يا محمود. خير يا بنت الناس، انت دينك في رقبتي كبير قوي، وبأمر الله هفضل جنبك لغايه ما تاخدي حقك كله. الحمد لله.
انا محمود يا سوسن. افتحي وخلينا نتفاهم بالعقل، خصوصا بقى لو عايزه تاخدي الورق والشيكات بتوع الموكلين بتوعك. فين شنطتي يا محمود؟ موجوده في الحفظ والصون، وعند اكتر واحده بتحبيها في حياتك، الاستاذه ليلى الاصيله بنت الاصول، اللي ما رضيتش تعمل اي حاجه بالورق بتاعك ده، خصوصا بقى بعد ما لقيت الفلاشه اللي عليها الفيديو اللي بيثبت ان اكرم يبقى هو احمد جوزها وابو عيالها. انت جاي تستفزني يا محمود وتحرق لي دمي؟ تمام، انا بقى هخلي الرجاله بتاعتي يطلعوا ويجيبوا لي المستندات بتاعتي، ان شاء الله يطربقوا المكتب فوق نفخها ويطلعوا لي بيه. شويه الجراوي اللي انت طلعهم دول انا هسافرتهم لك بالارض، والفيلا بتاعتي هترجعيها لي باسمي، وابني اللي في بطنك مش هتمسيه باي سوء ولا هتنزليه. اتهديت انا بقى بالتهديد الخايب بتاعك ده. انا ما بتكسرش يا محمود، والفيلا دي هتفضل بتاعتي، وابنك ده اللي هو املك الوحيد من الدنيا انا هحصرك عليه زي ما حصرت قلبي على ابني ورحت اتفقت مع عصام وخليته يخطف ابني ويحرمني منه. ابنك اللي صفرته بايدي رجعهولك تاني، بس ده مش هيحصل قبل ابني اللي في بطنك ما يبقى بين ايديا. ده انت بتحلم، دي لو انطبقت السما على الارض يا محمود مش هيكون لي عيل منك. انا كنت عارف ان انت مش هتيجي بالليل ولا الكلام الطيب. انت اللي جبتيه لنفسك، مش بايدي يا بنت الناس. ورا بقى شويه كده الله يسيك. صح يا اختي، ست الحبايب، سلام، انور، رؤية. انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه هنا ده؟ امشوا كلكم اطلعوا بره. بسم الله ما شاء الله يا اخويا، ايه الابهه دي كلها؟ هاتي الموبايل ده. ما تديهاش الموبايل. ايه يا حبيبتي مالك؟ اشاعات عشان العيل اللي في بطني. مالكيش دعوه بيا يا زفته انت. زفته؟ تاخديش على خاطرك يا سحر، العويل يشتم الاصيل. انا برضه اخد على خاطري من ام شرشر ياما. حوده مش ناوي برضه تسميه شرشر يا روحي؟ طبعا. انا هوديكم كلكم في 60 داهيه. الحقوني يا ناس الحقوني. ما تزعقيش، ولا اقول لك زعقي، كده كده محدش هيسمعك، ولو حصل وسمعوها هنقول لهم ده صوت التلفزيون. انت يا حبيبتي هتفضلي قاعده هنا زي النسناس المربوط من الوسط يا حد ما تولدي وتقومي بالسلامه يا حبيبتي. انتوا فاكرين ان انتوا كده هتمنعوني ان انا انزل العيل اللي في بطني ده؟ ده احنا مش هنسيبك ولو لحظه واحده. حتى الحمام هيدخلوا معاكي يساعدوك، وتهاني راحت تجيب الاكل ناويه تطبخ لك بايديها. انتوا كده تبقوا خاطفيني يا محمود، انا كده هحبسكم. انت اللي هتتسجني بتهمه خيانه الامانه، خصوصا بقى بعد ما اخد الورق والشيكات اللي معايا واسلمهم للخصوم بتوع الموكلين بتوعك. اسمعي يا ام شرشر، لو مشيتي معايا عدل وبما يرضي الله وحافظتي على اللي في بطنك، كل جلسه عندك محتاجه فيها ورقه من اللي معايا هنزل معاكي بنفس المحكمه واديها لك. قلتي بعقلك وحصل اي حاجه للي في بطنك، يمين بالله ما هسكت الا وانت في السجن. زغلطي يا بيه.